بسم الله الرحمن الرحيم. الحضور الكريم، مساءكم إبداع ووعي. نرحب بكم في هذه الأمسية التي تنظمها أسرة الأدباء والكتاب، حيث نلتقي اليوم لنتأمل معا ثنائية من أكثر الثنائيات حضوراً وإثارة في الأدب والفكر، وهي الأنا والآخر. لقاؤنا هذا يقام تحت عنوان عن الأنا والآخر، رواية قناع بلون السماء أنموذجاً، حيث نسلط الضوء على هذه الرواية بوصفها مساحة فنية تعبر عن صراعات الذات وحدود العلاقة مع الآخر. ويسعدنا أن يكون ضيفنا في هذه الأمسية الكاتب والناقد رسول درويش، الذي سيقدم قراءة نقدية متعمقة للرواية في محاولة لاكتشاف ما تحمله من رؤى وتأملات وجودية وفكرية. أهلا بكم جميعا، ونتمنى لكم أمسية ثرية بالنقاش تفتح أمامنا أبوابا جديدة لفهم الذات والغير من خلال الأدب. ضيفنا اليوم هو الروائي رسول درويش، كاتب بحريني خريج جامعة البحرين كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية. يعمل في الحقل الأدبي في الرواية والنقد والترجمة. بدأ حياته الأدبية منذ عام 2009، وله دراسات منشورة في الجرائد المحلية وكذلك المجلات الأدبية الخليجية والعربية، منها مجلة البحرين الثقافية، مجلة تكوين العمانية، مجلة نزوة العمانية، ومجلة أبجد اللندنية، ومجلة أقلام العربية اليمنية. لضيفنا الكريم العديد من المؤلفات. في حقل الروايات مثلا له رواية خطيئة السرداب، للمونيا، الحجر الأسود، روح الملك، الضحية 69، ديبارم، رواية ميم، غنى الفقر، وأخيرا رواية أواليا. أما في الترجمة فله العديد من المؤلفات التي ترجمها من العربية إلى الإنجليزية، مثل قمة العشرين، رواية روح الملك، ورواية ميم. وله أيضا من الإنجليزية إلى العربية له ديوان إلاكي أحب، رواية قلب الظلام. وفي مجال النقد أيضا له كتاب البوكر في ميزان النقد وكتاب الهويات، وكذلك أيضا له في السيرة، حيث أصدر كتاب سفر العلا في سيرة الحاج حسن العالي. وللكتب الوثائقية أيضا نصيب، فله كتاب جامع الحسن، مآذن الخير، الفنانون التشكيليون في البحرين، الاتحاد البحريني للرياضة ذوي الإعاقة، شركة سامي. وللمسرح أيضا نصيب، فله مسرحية مسيح الشرق. أترك المجال الآن لضيفنا الكريم، فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله. أسعد الله مساءكم بكل خير الحضور الكريم. شكرا لحضوركم، وطبعا الشكر موصول للدكتورة مي. في الحقيقة ما نريد أن نقرأه أو نسلط الضوء عليه هو امتداد للدراسات الواردة في كتابنا الآخر أو الكتاب المشترك اللي هو البوكر في ميزان النقد، وأغلبكم طبعا قرأه، وهذه دراسة ستضاف إن شاء الله إلى القسم الثاني من هذا الكتاب. سنتناول هذه الليلة بمعيتكم. طبعا أنا لن أتحدث كثيرا، أو أريد أن أقول أن الاستفادة راح تكون متبادلة، وأتمنى أن أستفيد أكثر مما أعطي. سأعطي القليل وأخذ الكثير من خلال مداخلاتكم، فشكرا لحضوركم مرة أخرى. عن مفهوم الأنا والآخر، قناع بلون السماء، وهي الرواية التي فازت بالجائزة العالمية للرواية العربية في نسختها 17 عام 2024. والجدير بالذكر أنه في الدورة الحالية هذه 18 وهو فأل خير، وصلت إحدى الروايات البحرينية لعقيل الموسوي إلى القائمة الطويلة، وهي لأول مرة تصل رواية بحرينية للقائمة الطويلة. فنتمنى كل الخير إن شاء الله للأدب البحريني وللكاتب عقيل الموسوي. تمكن الفلسطيني، آثر طبعا أن يكون النص مكتوبا خلفي لزيادة التركيز. تمكن الفلسطيني باسم خندقجي، وهو لا زال
في السجن أو في الاعتقال من اقتناص الجائزة العالمية للرواية العربية في دورتها 17 في 2024، وذلك عن روايته قناع بلون السماء وسط منافسة من 133 رواية مشاركة. وبالمناسبة أول ما كتبت عن الرواية كان في انستغرام. يوم الثاني تلقيت اتصال عن طريق الانستغرام من شقيقه كان من قطاع غزة، والآن لا يوجد قطاع غزة وإن شاء الله الأمور تصطلح. ذكر نبيل سليمان رئيس لجنة التحكيم أن الرواية قد تميزت بناء على عنصر التجريب والابتكار من حيث استخدامها لصيغ سردية مبتكرة قائمة على وعي الذات ووعي الآخر ووعي العالم، كما أننا نضيف إلى ذلك قدرة الرواية على بناء الشخصيات واستحضار التاريخ من خلال الأماكن، وكذلك اللغة الكلاسيكية الجزلة المستخدمة. تلك هي مقومات الرواية الفائزة والتي سنلقي عليها الضوء من خلال تفكيك العمل باعتباره قطعة فنية أدبية. تتمحور الرواية حول الهوية الزرقاء، أو بالأصح الهوية الزرقاء التي يجدها نور الشهدي، وهو الشخصية الرئيسة في العمل، وهو عالم آثار مقيم في مخيم رام الله في جيب معطف مستخدم للبيع، أي أنه يجد الهوية الزرقاء في جيب معطف اشتراه. يستخدم بعدها نور هوية أور شابيرا التي وجدها، ويرتدي قناع الهوية الزرقاء، أي أنه يتمثل تلك الشخصية التي وجد هويتها في المعطف. يبحث بالتاريخ والآثار ليكتب رواية فرعية عن مريم المجدلية بطلها نسيم شاكر شخصية أخرى، وبذلك تنطلق الأحداث السردية، ونجد ذلك الصراع بين الأنا والآخر، بين العربي والإسرائيلي. استطاعت هذه الرواية قناع بلون السماء من استعادة التقاطع بين الحاضر والماضي، لنجد أن نور وأور سيان كلاهما من المعذبين أو المعذبين في الأرض، ولكن أحدهما ضحية للآخر. كما أن الرواية تضعنا أمام نص دسم معرفيا أدبيا سياسيا وتاريخيا، دون أن يخل ذلك بالقالب الأدبي الذي احتواها جميعا. كل ذلك جاء في لغة عربية رصينة كانت كافية لتضعنا أمام الألم والوجع دون إسفاف أو تكلف. ومنذ البداية يأخذ خندق